طبعا مؤامرة ازاي؟ مؤامرة على نادي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك تتعمد ان هي تاخد انذارات عشان ما تتوقفش ماتش الاهلي. فتلاقي نفسك كنادي زمالك وكجمهور نادي زمالك داخل ماتش النادي الاهلي وانت في أسوأ حالة نفسية ليك. ليه؟ لأن أنت فكرت إن أنت هتلاعب الأهلي فأنت هتاخد البطولة من الأهلي. الموضوع ده ملوش علاقة خالص بنتيجة الماتش. أنت ممكن كنادي الزمالك تنزل وتكسب الماتش، لا قدر الله تنزل تكسب النادي الأهلي، بس المبدأ نفسه. ليه تخلي لعيبتك تاخد كلها انذارات عشان توقفهم وتصفر العداد زي ما بنقول، وبعد كده تخش الماتش ناقص لاعب واثنين وثلاثة وعواد وكل الناس دي كلها، وفي الاخر تلاقي بتروجيت تعمل عليك ماتش عالمي وتخسر نقطتين وتخرج نفسك من المنافسة خالص. عشان ايه؟ عشان انت باصص على الاهلي بس، وهو ده هدفك النادي الاهلي بس، مفيش حاجة تاني. وده اللي بيخلي جمهور النادي الزمالك يمشي ورا ادارته ويمشي ورا لعيبته ويطلع بيهم السما ويمجد فيهم، وهم في الاخر هم اللي بيخرجوا النادي الزمالك من المنافسه بايد اداره الزمالك وبايد لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك. وورطت المدرب الجديد كمان في ان انت حرمته من 2 3 لعيبه عشان خاطر تريحهم. اديك لبست خساره نقطتين. يا رب التوفيق للنادي الاهلي في ماتش القمه. سلام يا زمالك.